السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وسهلة وسريعة. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة جميلة قوي. يا رب تعجبكم. طبعا احنا محضرين المقادير اللي هنشتغل بيها. اول حاجة معلقة نشا، معلقة دقيق، معلقة سكر، نص كوباية زبدة، نص كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية زبادي، قطعة قشطة، ذرة من الملح، معلقة بيكنج باودر. دي مقاديرنا النهارده. اول حاجه طبعا انا هعملها ان انا هاخد الزبده افككها، مش هسخنها. انا هسيح الزبده على نار هاديه قوي او على حمام بخار ميه. المهم ان هي هتبقى سايحه معايا كده، فكه كده. هكمل بيها بقى كوبايه الزيت. يبقى انا عندي كده كوبايه ميكس من الزيت على الزبده. بس كده دي مقاديرنا النهارده. هنبتدي بقى نجيب بوله، احط فيها كوبايه اللبن، واحط كمان الزبادي. هقلبهم مع بعض كده. هجيب مضرب كده واقلبهم مع بعض، مضرب السلك العادي خالص، مضرب السلك اليدوي. هحط عليهم كوباية الزبدة والزيت اللي احنا محضرينها. هاخد معلقة واحدة من النشا، ومعلقة من الدقيق، معلقة سكر، ذرة من الملح. ما بنكترش الملح طبعا عشان ما يبقاش حادق. لو حبينا ناكله بحاجة مسكرة مثلا مربى، عسل، ما يبقاش الفطير بتاعنا حادق. هحط معلقة من البيكنج. بس كده دي مقاديرنا كلها. هقلبها بقى كويس. هيبقى عندي عجين سائل زي ما انتوا شايفين السمك بتاعه كده. بصوا القوام. هبتدي بقى اجيب صينيه وادهنها برضو حته زبده صغيره كده مسيحاها، واروح حطاها في الصينيه. ممكن برضو ندهنها زيت، ندهنها سمن. المهم ان احنا هندهن الصينيه بتاعتنا كويس. انا يعني اشتغلت بالزبده فدهنتها برضو زبده. هبتدي بقى اجيب الجلاش بتاعي كده وافرده. بجهز الجلاش. هي ورقة جلاش. الصينية دي خدت ورقة جلاش بحالها، كانت حلوة قوي ومناسبة جدا في الصينية. بس كده هبتدي بقى افرد الجلاش بتاعي في قلب الصينية. بضغط كده على الحروف عشان خاطر اعمل شكل للفطيرة بتاعتنا، تاخد تدويرة الصينية كده. هجيب الخليط بتاعي بقى والفرشة وادهن الجلاش دهنة حلوة قوي. انا بصراحة كترت قوي في الدهان اللي انا بدهنه بالعجين السايل ده. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بدهن كذا مرة، الخليط كتير. هو ده اللي اداني التوريقة الحلوة قوي. هبتدي بقى ايه، احط في الصينية من كل اتجاه كده وارمي الحروف من بره، واضغط بايدي زي ما انتوا شايفين في الحروف بتاعت الصينية كده. بدهنها دهنة حلوة. انا هنا بقى سرعت كده عشان خاطر ما اطولش عليكم طبعا. عشان هي ايه، بحط الجلاش كله بنفس الطريقة كده، راق وبدهن، راق وبدهن. اهم حاجة تدهنيها دهنة حلوة كده بالفرشة كده، على طول على طول، من السائل اللي احنا عاملينه دوت عجين سائل كده خفيف. بدهن كل راق بالفرشة. وانا بدهن كده بضغط الحرف بتاع الصينية. طبعا لو عندك بقى اي ورقة مقطعة اي حاجة، بس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الجلاش كان نوعه حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين الورقة بورقتها كده، ويعني طري جدا. بصوا دول حتتين بس صغيرين كده لقيتهم مقطوعين، رحت حطاهم فيه في قلب الفطيرة من جوه. لكن بصراحة الجلاش كان نوعه حلو قوي.
بضغط بصوا بحرف الفرشة، ببتدي بقى ألم الحروف كده على جوه. كل ما بلم حرف بدهنه، يعني بلم الحرف داير ما يدور كده وبروح دهن عليه تاني من الخليط بتاعي لغاية ما اخلص الحروف كلها كده. بقلبها على جوه كده زي ما انتوا شايفين، بدخلها جوه الصينية وبروح دهناها، ما بخليش حاجة مكلكعة. حرف حرف كده بروح دهناه زي ما انتوا شايفين. بدهن كله كده. كتري الخليط، ما تقلقيش خالص. الكمية اللي انا عملتها ديت عملت لي صينيتين. الخليط اللي انا عاملاه معاكم ده عمل لي صينيتين حلوين قوي. بلم كده واحدة واحدة، ما باخدش برضو كله مرة واحدة كده، ما بين كل رق ورق بدهن. جربوها وبصراحة يعني مش هتندموا. والله كان احلى من الفطير اللي بنعمله بالعجن. جميل جدا جدا جدا، يعني لو جربتوه مش هتندموا. لميت الكمية بتاعتي كلها كده. بصوا لميت الحروف كلها. بدهن برضو دهنة كده. طبعا مخلية بقى ورقتين للآخر عشان اروح لما بيه الفطيرة بتاعتي كلها. هحط برضو الرق كده وارمي برضو الحروف من بره، وبدهن برضو بالخليط. بحاول اشبعها كده من الخليط دوت وبدهنها كويس قوي. بحط الرق التاني. لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها كده. خلصت الورقة كلها. كانت احلى فطيرة بصراحة، كانت حلوة قوي قوي كمان. يعني انا لو جربتوها فعلا والله فعلا كانت حلوة قوي. هدهن برضو كده لغاية ما اخلص ورقة الجلاش كلها. بس هنا كده هبتدي بقى امسك الحروف طبعا وانا برفع الفتاعتي كده، لان السائل اللي احنا عاملينه دوت بيبقى طبعا مبوش الفطيرة من تحت شوية، فبالراحة عليها وانتي بتنزلي كده الحرف. دخلتها كلها كده وبدي التدويرة بتاعت الفطيرة. بلم كل الحروف اللي بره كده من تحت خالص بقى. يعني انا ما قطعتش اي حاجة، انا جبتها من اولها لاخرها بصراحة. يعني هي سهلة وما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، وبناكل احلى فطير. بس كده لميت الفطيرة بتاعتي كلها. بضغط على الحروف كده زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال. حتة القشطة بقى طبعا متلجة زي ما انتوا شايفينها كده. انا لسه مطلعاها من الفريزر. هحطها بقى فوق وش الصينية وادخلها الفرن. طبعا لما تخرج من الفرن هوريها لكم. هنا بقى الفطيرة بتاعتي كانت خرجت من الفرن، ودي الفطيرة التانية اللي انا عملتها هدخلها الفرن على طول. دي لسه خارجة. هجيب فوطة بقى كده واروح حطاها عليها عشان خاطر الوش بتاع الفطيرة بتاعي يطرى. بس هنا بقى كانت خلاص بردت شوية، مش قوي. هما مش صابرين بصراحة. يعني انا يا دوبك غطيتها كده وقالوا لي لا انت لسه هتغطي. بصوا زي ما انتوا شايفين هي لسه فعلا سخنة. قلبتها في السرفيس بتاعي كده، وهجيب بقى مقص وابتدي اقصها معاكم عشان نشوف جمال الفطير. بصوا هي شكلها بيتكلم، يعني هي شكلها لوحده بيتكلم. هقص حتة كده منها هقطعها معاكم كده. في الوقت ده ولادي بقى كانوا واقفين هيتجننوا ويدوقوها.
بصوا الجمال، بصوا التوريقات، بصوا الدخان خارج منها لسه سخنة فعلا. بصوا، يعني احنا مش صابرين من جمال الريحة والشكل كده، احنا فعلا مش صابرين. هبتدي ادوق معاكم بقى كده. الله على الجمال، الله. بص بغيظ ولادي، الله. بص هم واقفين يقولوا انت لسه هتاكلي واحنا واقفين؟ طب دوقينا، بروح حاطه بقى انا. بصوا واقفين هيتجننوا. ايه رأيكم في الجمال بقى؟ حتى ما استنوش التانية لما تطلع من الفرن، كلوا دي على بال ما التانية خرجت، كانوا دي خلاص اتنسفت. شايفين الجمال؟ شايفين التوريقات الحلوة؟ لايك بقى، ما استحقش لايك. وده بقى كان نهاية الفيديو بتاعي كده. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.